اكبر مبلغ سرقته من بابا وهو نايم كان كام؟ 200 جنيه. 200 جنيه؟ يلا. بابا بيخبي الفلوس فين؟ في الشراب. الشراب؟ يا حلاوه. قلت لماما مكان الفلوس؟ لا انا ما قلتلهاش، عشان ايه؟ انا اخد الفلوس لوحدي. ناصح. طب وانت ليه خدت 200 جنيه بس ما خدتش الفلوس كلها؟ عشان ما احسش. يا عيني. ناصح. انت عندك كام سنه؟ 8. 8 سنين. ده تخاف منه اما يوصل ل 20. لايك وشير للفيديو ده. اكتر مبلغ سرقتيه من بابا كان كام؟ كان 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ يرضيك اللي بيحصل ده يا اخي محمود؟ ابوكي بيخبي الفلوس فين؟ في غطا الحله. لا اله الا الله. غطا الحله؟ اه. وماما سالتك بابا بيخبي الفلوس فين قبل كده؟ وهي بتسرق معايا كمان. سرقك كام؟ لا هي بتسرق دايما كتير، انا مش عارفه كام يعني؟ انا عايزك تسرق معايا. لا يعني كل مثلا فتره 2000 3 بقى وكده كل طب مره. ليه ما بتهجموش على الفلوس مره واحده؟ ما عشان هياخد باله، احنا مش صح. عارفين ناخد باله. خدتها يا بلد بجر. صح. انت كام سنه بالمخطط المجنوني اللي انت عملته؟ 16. 16 سنه وفكرها فكر عظيم. دي تخافوا منها في ال 23. اكتر مبلغ سرقته من بابا كان كام؟ 100 جنيه. يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. 100 جنيه. اه. ابوك بيخبي الفلوس فين؟ في درج المطبخ. والله. في درج المطبخ؟ حلو ده. وماما ما سالتكش بابا بيخبي الفلوس فين؟ لا انا بقول لها بالليل عشان تاخد منه الفلوس. يعني انت بترشد. اه. ارشدت على ابوك. امك اخر مبلغ سرقته كان كام؟ 200 جنيه. 200 جنيه. ناصحين يا جماعه بيسرقوا على مراحل. لايك وشير للفيديو ده، والاطفال تكتب لي اخر مبلغ سرقته من ابوها كان كام. طبعا انتوا عارفين ان انا عندي مركز صيانه اجهزه منزليه وبعمل لكم عروض مش هتلاقوها في مصر. هسيب لكم الرقم بتاعي في البايو او في اول كومنت. يلا نقول دعاء الشغل. اللهم اخرب جميع السخانات امين. والبوتاجازات. امين. والست اللي تصلح بره البوتاجاز هيضرب. امين. لايك وشير الفيديو ده.